كان في فلاح غلبان اسمه آل وين قاعد في أرضه بيبص على البتنجان الكبير اللي حصده. آل كان شايف نفسه صغير ومش عاجبه شكله ولا حياته. بعد ما خلص الحصاد كله فجأة زعيم العالم بنفسه جه وخلى كل مهارات الزراعة عنده توصل للحد الأقصى. صحابه كلهم اتجننوا من الغيرة، خصوصا تيستا اللي المفروض صياد، ومع كده مهارة الصيد عنده وقفت عند ليفل 10، بينما آل وصل لأبعد من كده. تيستا اتنرفز وقال أنا المفروض أكون صياد مش هو. أول ما خلص كلامه زعيم العالم عرض على آل قدرة إنه يطور كل مهارات الزراعة بتاعته، وفعلا بعد ما دمج كل القدرات اداله لقب عاشق الطبيعة، وده لقب مكسور بشكل مش طبيعي. قوة الهجوم عنده وصلت 69420، بس آل فجأة افتكر إن وراه شغل أهم، لازم يسلم محاصيله للعاصمة. وهو في السكة بالعربية بتاعته لمح من بعيد التنين وهو بيولع المغامرين اللي مش قادرين يعملوا أي حاجة. آل وقف يفكر يعمل إيه، قرر يرمي جزرته عشان يلهي التنين ولو لحظة، لكن اللي حصل كان أغرب من الخيال. الجزر اخترق التنين نفسه وانفجر، وفجر التنين كله في ثواني. المغامرين وقفوا مصدومين، ايه اللي احنا شفناه ده؟ حتى آل نفسه اتفزع من قوته، لكنه طنش وقال يلا بينا نكمل مشوارنا. اول ما دخل العاصمة الملكية شاف بنت جميلة قوي بتتخطف قدام عينه. الحرامي حاول يهرب بيها، لكن آل اندفع بسرعته الخارقة وانقذها بايديه، والحرامي رجع يهجم عليه بسكينة. آل بسهولة تفادى الضربة، قلبه على الارض وربطه. البنت انهارت من الفرحة وعيطت، وهو وقتها حس انه خد قدرة جديدة. البنت شكرته بحرارة لانه انقذ حياتها، لكن قبل ما تسأله حتى عن اسمه آل فجأة فتح بقه وقال لها انت قبيحة وجري وسابها. بقى المحاصيل بتاعته عادي جدا، لكنه وهو ماشي على بوابة العاصمة الحراس وقفوه، ووقتها ظهرت نفس البنت، وطلعت مش اي بنت، دي الاميرة فولي. آل بص لها باستغراب وقال في نفسه ازاي دي اميرة وهي قبيحة كده، لكن هي بصت له وقالت انت شكلك ما عندكش حمام بقالك سنتين. امرت انه يقول اسمه، فمع اول حاجة جت في دماغه قال انا اسمي ليل واين، لكنه افتكر ان ده اصلا اسم السيف الصغير بتاعه بو. الأميرة عرضت عليه يبقى الحارس الشخصي بتاعها، لكن هو رفض وقال لها أنا ماليش في كده، أنا بحب الطماطم مش الحروب. هي استغربت وقالت إزاي ترفض مرتب عالي كده، لكنه أكد لها إنه كل اللي عايزه يفضل فلاح طول عمره. الأميرة اتأثرت بكلامه جدا وقالت طب أنا هديك الحقل الملكي الكبير اللي مساحته 33000 قدم مربع. قالت صدم وسألها أنت بتعملي كده ليه؟ قالت له عشان أنت هزمت واحد كانت قوته المتوسطة أكتر من 500، وده مستحيل لحد عادي. قال ما كانش فاهم يعني إيه قوة متوسطة، فسألها. الأميرة شرحت إن الإنسان العادي بيكون قوته حوالي 50، قائد الفرسان بيوصل ل 600، والبطل الأسطوري بيوصل ل 1000. سألته طب أنت قوتك كام؟ وهو في دماغه قال مستحيل أوريها الرقم الحقيقي. فجأة المغامرين اللي كانوا بيحاربوا التنين رجعوا وقعدوا يحكوا للكل ان تنين الغابة انفجر بجزرة من واحد كان سايق عربية. الأميرة وقفت مصدومة، حاسة ان في حاجة غريبة وانها شافت الموقف ده قبل كده، وفي اللحظة دي بالذات عربية آل كانت بعدت عنهم بنص ميل، بس هي حلفت انها عمرها ما هتستسلم في انها تلاقيه. وهو راجع بالعربية كان مبسوط انه اخيرا خلص من وشها الغريب البشع. وفي قصر الملك قائد الفرسان راح قال للملك ان جحيم زون اتفتح، وان الهجوم بتاع التنين مع خطف الاميره ما كانوش غير تمويه عشان يلهوهم. وبعد ما البطل الاسطوري مات وهو بيحارب سيد الشياطين ماكبث وصل الاتنين يجروا بسرعه. وبعد ما البطل الاسطوري مات وهو بيحارب سيد الشياطين ماكبث وصل الاتنين يجروا بسرعه. رجع في قريته، قال حاول يفتح باب بيته لكنه كسر المقبض قبل ما يدخل، وبعد 3 ثواني بس من راحته صاحبه بدا يخبط على الباب زي المجنون وهو بيصرخ يا قال افتح بسرعه، في سرب وحوش ضخم جاي على قريتنا. قال كان مبسوط ان بقى خلاص هينهي حياته البائسه دي، لكن فجأة افتكر ان عنده بكرة موسم الحصاد السنوي، فقام جري على حقله على طول. ولما وصل لقى جيش ضخم من الشياطين ماشي في اتجاه العاصمة الملكية، ولا واحد فيهم فارق معاه القرية بتاعته. قال كان مبسوط ان وش فولي البشع اخيرا هيتشال من على وش الارض، لكن لما فكر ان دمار العاصمة يعني خسارة كل مبيعاته استوعب انه مضطر ينقذها تاني. وفي نفس الوقت الملك والاميرة كانوا راكبين خيولهم، وفجأة وصلوا لطريق مسدود. سيسيل وقف وقال هو ده مكاننا، وبمجرد ما خلص الكلمة طلع صوت سحري وضرب بيه الملك ووقعه على الارض. الجنود جهزوا سيوفهم، لكن سيسيل فجر سحره ومسحهم كلهم في لحظة، وفجأة طلعت له جناحات ضخمة من ظهره، ودي كانت الفرصة اللي مستنيها. اعلن عن نفسه وقال انا ملك الشياطين الجديد روميو فايند. واحد من الجنود حاول يهجم عليه، لكن روميو اخترقه بطاقة سحرية ومات في ساعتها، وكان هدفه الاساسي انه يبقى الملك الجديد للبلد ويسيطر على الكل، لكن لازم الملك والاميرة يختفوا الاول عشان يحقق حلمه. روميو جمع كرة طاقة ضخمة ورماها عليهم. الملك بسرعة فعل درع الدفاع النهائي بتاعه، لكن الكرة بدأت تكسر في الدرع شوية بشوية، فالأميرة فولي حطت كل طاقتها السحرية عشان تقوي الدرع. بس روميو أطلق مهارته المطلقة الثعبان المظلم اللي اخترق كل الدروع في ثانية. قوة الملك بدأت تضعف، وروميو نجح يكسر كل الحواجز وهو انفعل مهارة الظلام المطلق، وفجأة
آل نط في السماء وضرب الارض بالفاس بتاعه وفعل مهارة حرث التربة العميقة. الارض اتشقت بالكامل وصدت هجمات روميو، وفلوي اول ما شافت وشه قالت في سرها كان المفروض اسيب الوش البشع ده يموت وما انقذوش. روميو وقف محتار وقال انت مين؟ قال صرخ وقال انا مزارع، وبدأ يشرح له بكل جدية انه كان بيحاول يصلح التربة عشان المواد الغذائية فيها نشفت خلاص. بس فجأة روميو اختفى من مكانه وطلع وراه، لكن آل مسك سيفه بايده العادية من غير اي سحر، رمى آلن في الحيطة بقوة، وساعتها عرف ان آل هو اللي كان واقف عقبة قدام خططه. فجأة حول جناحاته لرماح وكان بيمتص بيها ارواح كل زمايله، وبدأ يتحول لوحش ضخم شكله تنين جبار. وبعد ما كشف عن شكله الاخير فولي بصت عليه ولقيت ليفله 78 وفهمت ان حبيبها الجديد. بس قبل ما يحصل ده روميو فجر هالته القاتلة وهجم عليه، لكن آل فاجئ الكل وطلع له ابر كات وقع روميو بيها في ثانية، وبكده آل خلص عليه بضربة واحدة بس وخلى كل الشياطين يجروا مرعوبين. تاني يوم الملك كرمه قدام الكل على انه انقذ المملكة كلها، لكن آل كان عارف النهاية هتبقى ازاي. وقبل ما يفكر يزوغ الملك فاجئه وقال له تحب تخدم المملكة يا آل؟ قال حاول يقول انه مجرد فلاح غلبان وشكله وحش، بس الملك صدمه وقال له ان حتى ممكن يديه بنته لو وافق. لكن فولي كانت عارفة ان آل مالوش في البنات اصلا، ده قلبه كله في الخضار، علشان كده وعدته وقالت له بما انك انقذتنا هديك ارض زراعية مساحتها 33,000 قدم، بس بشرط تسجل في نقابة المغامرين. قال وافق وهو فاكر ان كده ضمن حياته كفلاح، لكن للأسف وقع في اكبر نصب كريبتو حصل في التاريخ. لما راح الارض اللي ادوها له لقاها خراب ومفيش فيها زرعة ولا حتى حشيشة، ارض فاضية ملهاش اي قيمة اكنها NFT ميتة. بعدها بيوم راح لنقابة المغامرين، وهناك وولفرين كان بيزعق مع موظفات الاستقبال وقال حاول يعرفهم بنفسه، بس بطنه كركعت بصوت اعلى من تنين. فالريسبشنست ضحكت وخدته على ترابيزة وجابت له اكل، قعد ياكل من التورته بتاعتها لحد ما شبع. اول مهمة ليه كجي رانك كانت انه يجمع 10 اعشاب اسمها ميلت جراس، بس حذرته يلبس درع علشان ممكن يقابل وحوش. وهو لسه بيجهز المغامرين التانيين عرفوا ان هو اللي هزم التنين الاسطوري فاتصدموا. ساعتها جيك عرف نفسه ومعاه لوك وليميا قاعده تبص له بطريقه غريبه وتقول في سرها يا ترى جزرة آل دي لو دخلت جوايا هتعمل زي ما عملت في التنين. قبل ما يمشوا اعلنوا انهم هيبقوا معاه في الفرقه، وقال بدأ يحس انه بيتم جرجرته من شويه مجانين للموت، وبرغم كده كان لسه مفلس وما يقدرش يشتري معدات. فالموظفه اديته روب دفاعي بتاعها، واول ما لبسه حصلت حاجه غريبه، هي نفسها وقفت متجمده مكانها وبصت له وقالت انا حاسه بذكريات راجعه ليا، اسمي هيلين. قال خرج من النقابه ورجع لمهمته. في خلال ساعات كان جمع 9 اعشاب، لكن وهو ماشي لقى قشرة غريبة على الأرض. سأل جيك دي بتاعت أنهي وحش؟ جيك اتوتر وقال ممكن تكون بتاعت التنين الأسود الزعيم. وأول ما الكلمة خرجت من بقه الغابة كلها اتغلفت بهالة سودا مظلمة، وظهر قدامهم التنين الأسود. الرعب شل حركتهم، بس التنين مشي من جنبهم كأنهم مش موجودين، وقال حاول يبص على حالته، لكن كل اللي لحق يشوفه إن ليفله فوق 100,000. في نفس الليلة هيلين كانت بتحلم إنها بتجري من التنين قبل ما يموتها، صحيت مفزوعة لسه لابسة نفس الزي. تاني يوم الفرقة الفاشلة بتاعت آل راحت تقول لمدير النقابة إن التنين ده عنده قوة تكفي يدمر المملكة كلها، وأول ما قالوا اسمه أوروبوروس هيلين وقعت على الترابيزة، حاولت تقوم بالعافية علشان تعرف عنه أكتر، وقال وراهم القشرة اللي لقاها. وهيلين أول ما شافتها الذكريات كلها رجعت، افتكرت أخوها وهو بيصرخ علشان ينقذها، بس التنين عضه ومات. بعد ما كل الذكريات رجعت هيلين وقعت مغمى عليها وهي بتتمنى تعرف الحقيقة عن أوروبوروس. قال قرر يسافر لبلدها علشان يفهم أكتر، بس قبل ما يمشي جاله جواب من مامته مع البوسطجي، وهو جري أسرع من الفلاش. لكن بعد شوية رجع علشان يعرف نفسه وقال إن اسمه ريكس، لكن قال له إن ريحته وحشة أكتر من المؤتمر بتاع الأنمي. والموقف ده كان تجاوز للنظام عنده. لما وصلوا للقرية لقوا كل حاجة مهجورة وخربانة، بس سمع صوت جوه دماغه بيقول له تعالى على الصوت. كل ما قرب حس بدفى، ولما قرب لقى قبر وطلع من عليه شبح ولد وكلمه. فولي استغربت وافتكرت يمكن قال بقى مريض نفسي، لكن هو حاول يقنعها ان في ولد قدامه وهي مش شايفاه خالص. الشبح عرف نفسه وقال انه ري، وانه كان مستني اليوم اللي حد يقدر يسمع صوته. هيلين حست بشوق غريب جوه قلبها. ري استغرب لوهله من الروب اللي بطلنا لابسه، وقال له ان الروب ده من هيلين، وان يمكن دي هي السبب اللي خلاه يقدر يتكلم معاه. لكن في نفس اللحظه قدرت تشوف ري طاير فوق قبره. قال سكت خالص، وفولي حاولت تقول انها مش بتحب النوع ده من الحركات. والشبح قال ان هيلين كانت اخته، وان القريه دي كانت بيتهم. علشان يحمي عقلها من اللي حصل ري قفل وهي ذكرياتها، وطلب منهم ينقذوا اخته من الخطر اللي جاي. هو حكى لهم ان من 15 سنه كان بيتدرب كل يوم عشان يبقى البطل الاسطوري اللي جاي، ووعد اخته انه هيتدرب مهما اتجرح. لكن لما قال الكلام ده كله هاله مظلمه لامعه بدات تغطي القريه كلها، وانفجار ضخم حصل في البعد.
رجعوا يجروا وشافوا ان القريه كلها مولعه والنيران واخده كل حاجه والعيله اتحرقت. من فوق شافوا اجنحه التنين، وحتى وهم بيحاولوا يستخبوا التنين لقى عيله واقفه قدامه وحاول ياكلهم احياء. الولد حاول يحمي اهله، لكن التنين قالوا انه بيمقت البشر لان الامل بالنسبه له سم. قبل ما يقفلوا عيونهم اكل التنين الاسره ودمر كل جزء من الامل، وبعدين ابتلع ارواحهم. ري حاول يقول لاخته انهم لازم يجروا، لكن بعد ساعات من الجري التنين لقاهم وحاصرهم. حتى وهم بيجروا التنين فضل يدمر الغابه حواليهم وبيضحك على وجوه اليأس اللي عليها. بعد شويه هيلين اتعثرت ووقعت على الارض، والتنين نزل جنبها وقال انه هياكل روحها المليانه يأس. ري رمى خنجر في عين التنين وقال لها اجري، لكن التنين شاف الجرح وقرر ياكل ري الاول واندفع ناحيته بسرعه. ري قبل اللحظه الاخيره قال لاخته اجري، والتنين عض وقضى عليه وهو شايفها مبتعده ومكسوره. التنين ضحك على عذابها، بس بعد كده قرر يسيب هيلين حيه. قال لها انه هيستنى 15 سنه لحد ما روحها تتشبع باليأس، وهو بعدين هيرجع وياكلها ومعاها كل المدينه. حتى لما ري مات وعد انه عمره ما هيخلي حبيبته تتأذي، لكن روحه طلعت من جسمه وراحت سابت هيلين لوحدها بتعيط. ده كان اللي حصل من 15 سنه. ري قال لهم ان اوروبوروس التنين دايما بيسيب ناجي واحد بس من كل مكان عشان الناجي يحكي القصه للناس ويعمل تأثير سلسله خوف ترجع التنين، والطريقه الوحيده انهم يقدروا يهزموا التنين هي انهم ما يسكتوش في فخ الخوف اللي بيعرضوا عليهم. علشان كده هو طلب منهم يروحوا لهيلين ويوصلوا لها الرساله السريه بتاعته. بعد كام دقيقه قال ركض اسرع من الساعي لما عرف ان فولي هتكون لوحدها في البيت. لما وصلوا القصر فولي قالت له انه كان سريع جدا، لكن كانت مصدومه من ان عنده طاقه وتحمل عالي يكفي يجري كده، لانه قطع فعلا مسافه طويله جدا. في بيت هيلين الحارس بتاعها لاحظ انها مش موجوده في اوضتها، وهيلين لقت نفسها بتمشي في الغابه وهي ماسكه سكينه في ايديها. قبل ما تدرك هاله مظلمه بتاعه التنين غطت المكان، ولما شافت اوروبوروس تاني افتكرت ان هو السبب في موت اخوها في اليوم ده. اليأس ابتدى يغمرها بكل قوته، وقعت على ركبتيها، والتنين قعد يقول لها ان اخوها مات علشانها وانها كانت عبء ملهاش لازمه، وان دلوقتي كل الناس في البلد دي هيموتوا بسببها تاني. حست بتأنيب ضمير جامد، عرضت انها تضحي بنفسها علشان صحابها. ده كان الكم الهائل من اليأس اللي التنين كان بيتمناه، لكنه وعدها انه حتى لو ضحت بنفسها هو برضه هياكل كل اصحابها بعد كده. وهي على وشك تستسلم لليأس وتمتنع عن الامل، قال جه وقف ايديها قبل ما تعمل اي حاجه. قال وقف قدام هيلين وقال لها انا جيت علشان انقذك، بس التنين ما ردش غير انه لطشه بوكس ورماه بعيد، خلاه يتخبط في شجره. اللي انقذ حياته في اللحظه دي كانت الجلابيه السحريه اللي لابسها. التنين استغرب وقال ازاي لسه عايش؟ هو انت بني ادم اصلا؟ قال رد عليه وهو بيزعق انا مش اي بني ادم، انا فلاح يا جدع. وبعدها راح رافع قبضه ايده ونزلها في وش التنين، كسر له فكه ورماه جوه الغابه. بص لهيلين وقال لها خلاص مش هتشيلي هم تاني. وبعد ما فتح الحاله بتاعته لقى ان القتال ده هيبقى اصعب بكتير من معركته مع الجوافه اللي عنده. التنين ما استناش كتير وجري عليه، وقال بالعافيه كان بيتفادى هجماته، ولما رد بضربه التنين ضربه بديله ورماه بعيد وهو لسه واقع على الارض. التنين اوروبوروس حاول يسحقه بس قال قاوم بالعافيه وقفز ورا. التنين جمع كره نار ضخمه ونفخها في اتجاه قال حاول يثبت مكانه، بس الضربه كانت قويه جدا لدرجه انها طارت بيه اميال بعيد. ورغم كده وقف وقال انا فلاح غصب عن عين اي حد. وبعد ما اخلص من التنين ده يا هيلين على موعد غرامي. هيلين صرخت انا مش عايزه حد يموت عشاني تاني، بس قال مسك ايدها وقال لها دي مش غلطتك، ما تحمليش نفسك ذنب مالكيش فيه. وهي كانت لسه بتلوم نفسها قال لها انا عارف انك هتعملي كده، وبالمناسبه انا قابلت اخوكي كان بيقول لي قد ايه انت بتضحكي وتنوري الدنيا، عشان كده عمري ما هندم اني انقذتك. انا عايزك تعيشي وتفضلي مبتسمه عشان كل اللي حواليكي. الكلام ده لمس قلبها جامد لدرجه انها شافت ابتسامه اخوها في وش ودموعها نزلت. وفجاه التنين رجع يهجم عليهم. ساعتها صرخ وقال لها ما تستسلميش، الامل هو الحاجه الوحيده اللي هتدمر اوروبوروس. الكلام نزل زي نور من السماء، وفجاه لقى ان نقاط قوته بتنقص بسرعه، ومع ان قوته قلت التنين برضه حاول يهاجمه، لكن راح رافع ايده وضربه خبطه واحده طيرته في الارض. استغرب وقال ازاي قوتي قلت وانا بقيت اقوى؟ هيلين جريت عليه تقلق عليه، لكن فجاه سمع صوت السكينه وهي بتتغرس في بطنه. بص لقى ان هيلين هي اللي ضربته، وعيونها بقت سودا شيطانيه. حاول يمد ايده على جرعه العلاج لكن وقعت من ايده، وهيلين جريت تاني عليه بالسكينه وهو مش فاهم ليه هي خانته. قالت له هريحك من عذابك، لكن قبل ما توصل له جناح معدني ضخم نزل قدام وصد الضربه. وهنا ظهر التنين الاسطوري ميراج اللي صحي اخيرا وقال بص كويس، هيلين دلوقتي متلبسها اوروبوروس. ميراج استعمل كل طاقته السحريه عشان يداوي جرح بس بعدها وقع على الارض من كتر ما استهلك كتير من قوته، وقال له الطريقه الوحيده عشان تنقذ صاحبتك انك تطهر التنين اللي جواها.
اوروبوروس كان بيتريق، انت مش هتقدر تمد ايدك على بنت. بس قال رد عليه وقال لازما يبقى في مساواة بين الراجل والست يا حبيبي، اللي يمد ايده يتحاسب سواء بنت او راجل. راح وضربها خبطه جمدها بعيد وقال لها انا شفت في عينيك انك بتتوسلي انهي اوروبوروس مهما حصل. وهو واقف فوقها هي قالت له شكرا انك جرحتني، يمكن كده ارجع. بس وهو بيحاول يقومها فجأة الروح الشيطانيه ما راحتش، لا طلعت من جواها. اوروبوروس غاص جوه روح قال نفسه. ساعتها الناس كلها فقدت الامل، لان لو قالت لبس خلاص محدش هيعيش. لكن لما التنين دخل دماغه اتفاجئ، لقى ان كل اللي في بال قال انه ماسك الفأس بتاعه وعايز يحرث الارض ويزرع بذوره في التربه، مفيش ولا نقطه ضعف في دماغه. فالعفريت اتصدم وقال ايه ده، واضطر يخرج من دماغه غصب عنه. ميراج وهو بيجمع اخر بذره من طاقته وقف تاني واطلق سحر التطهير. الضوء لف المكان كله ونضف اوروبوروس من الوجود، وطلع عمود نور للسماء. وبعدين التنين الاسطوري اختفى. قبل ما يختفي ميراج قال انا ممتن ليك يا فلاح الاسطوره. ولما نور السماء اختفى من الغابه والجو رجع صافي، فولي وعدته انها هتديله احلى مكافاه. بعد كام يوم قال فاق من الغيبوبه بتاعته، وفولي كانت فرحانه قوي علشان خلاص هتوفي بالوعد اللي قطعته. هيلين دخلت وقالت له انه قدر يهزم اوروبوروس، وسالها هي كويسه بعد اللي حصل. قامت وورته ان لسه في شويه اثار جانبيه، ايديها اتحولت لمخلبين تنين. قال اتخض وقال يمكن اوروبوروس لسه جواها، بس هي طمنته وقالت له انا دلوقتي بقيت اوفر باور يا غبي. وقامت حولت ايديها ورجليها هما كمان لشكل التنين. قال بقى عمال يتخيل يا ترى الايدين دي وهي تنين هتحس بايه. بس هي قالت له انها حتى لو الايدين دي كانت بتقتل الناس زمان، دلوقتي عايزه تستعملها عشان تنقذ الارواح وتعيش حياه سعيده زي ما اخوها زمان قال لها. فولي كانت حاسه ان الدور عليها، لكن الكل صرخ فيها ابعدي بوشك الوحش ده من هنا يا ضحيه. هيلين كانت محتاره وسالتها هو ايه علاقتك بقال بالظبط، فردت وقالت ده صاحبي من الطفوله، ودفنته رسميا في الفريند زون. فجاه وولفرين دخل ومعاه باقي الناس يتاكدوا انهم بخير. المغامرين كلهم استغربوا ازاي واحد يقدر يهزم التنين لوحده. وعلشان يحتفلوا بانتصارهم على اوروبوروس قرروا يشربوا اغلى عصير في العاصمه، ويخلوا الماستر الاهبل بتاع النقابه يدفع الحساب كله. فولي زودتها وقالت كمان القصر هيدفع لهم مكافاه ضخمه، بس الاهبل لسه مش فاهم انها الاميره اصلا. بعد اسابيع تيستا كان بيساعد آلي يشيل المحصول، وفجاه ريك طلع من العدم جايب جواب. قال طبعا ما سابش الفرصه وقال له انت ريحتك اوحش من اللبن المبستر اللي ابويا جابه بعد 20 سنه غياب. ريك جري وهو بيعيط اسرع من سونيك، وقال فتح الجواب ولقى انه من ابوه بيقول له يا ترى جبت عروسه من العاصمه الملكيه، وامه كانت بتطلب منه يجي يزورهم بعد السنين دي كلها. تيستا قال له يلا روح شوف اهلك يا عم، ده انت اتفصلت عنهم وانت صغير. قال قرر يروح بعد ما يخلص المهمه بتاعته. وهو في العاصمه مسك طماطمايه، واول ما دقها حس انها احلى حاجه دخلت بقه في حياته. سال التاجر ازاي زرع الطماطم دي. التاجر بص له باستغراب وقال عليه مجنون، لكن قال رد بكل براءه انا مجرد فلاح. التاجر قال له ان في نوع نادر من السماد موجود في لوغوس. بس قبل ما يكمل قال اختفى اسرع من ابويا ما اختفى في حياتي. في النقابه قعد يترجى هيلين تسيبه يروح بيت اهله، وقالت له انها هتتولى مهمته هي بقواها الجديده ودعته بالتوفيق. بره النقابه شاف فولي شايله كيس ضخم، قال لها انا ماشي من العاصمه ابعد عن وشك الوحش بتاعك، لكن هي طلبت تمشي معاه، وهو جري اسرع من اي نكته ممكن اطلعها. وهو ماشي في الغابه كان بيسال نفسه ليه المخلوقات البايخه دي لازقه فيه كده. فجاه طلع له اورك ضخم مد ايده ليه. قال افتكر انه عايز يبقى صاحبه، بس لقاه بيقول له تحب شويه تتطور في القصه. قال جري لكن الاورك هجم عليه ووقعه، وقبل ما يتذبح حياته كلها عدت قدام عينيه لحد ما الاورك اتقطع نصين، وظهرت بنت بشعر ازرق وسالته انت بخير. قال كان على وشك انه يطلع اكبر طلعه في حياته، بس تماسك وعمل نفسه مش مرعوب. وهم قاعدين قالت له ان اسمها روري، وهي كمان رايحه لوغوس وعايزه تمشي معاه، بس مع كده قالت انها حاسه بالامان معاه لانه برضه قبيح. قال رد وقال لها احسن من القرع اللي بزرعه في الحقل على الاقل، وهي فاكره انه كان بيعاكسها كده هزار. لكن مع غروب الشمس روري حست بحاجه غريبه ومريبه حواليهم، صوت خطوات جري بيقرب منهم. فجاه راجل طلع عليهم زي الوحش. روري كانت هتفتح وشه بالسيف، بس قال شافه وقال لها تهدى شويه ده ريكس. وساعتها قال عرفه لها انه مجرد اوتاكو ما كانش بيستحمى من كتر ما ريحته معفنه، وقال لها ده انسان كمان. المره دي ريكس كان جايب جواب من مامته وسابهم وجري عشان ما يستحماش سنه كمان. روري سالت قال لو الموضوع ده مهم، لكن هو وراها ان مامته مهووسه بيه بشكل مرعب. فسالها ازاي اهلها سايبينها تسافر لوحدها. ردت ببرود وقالت له محدش فارق معاه اصلا. الدنيا بدات تضلم. فجاه طلعت شنطتها وطلعت منها خيمه كامله، وقالت له ان دي الاداه الاسطوريه اللي اهلها سابوها لها بعد ما خلصت طبخ. قال ان الاكل ده احلى اكل داقه في حياته، لكنه استغرب هي رايحه لوغوس ليه. روري وضحت له ان في شياطين غامضه بيصطادوا البني ادمين جوه المدينه، لكن المشكله ان محدش من اللي عايشين فيها
فاكر اي حاجه عن اللي حصل. قال سالها ليه تخاطر بحياتها عشان كده. ساعتها فاجئته وقالت له الحقيقه انها بنت البطل الاسطوري. قال اللي دماغه فيها خليتين بالعدد. قعد ثواني يفك الخط ويستوعب انها بنت الهيرو. سالها هو اللقب ده يستاهل انك تضحي بحياتك؟ الكلمه دي جمدت الدم في عروقها. وقفت مكانها مصدومه، وبعد ما فاقت من الشرود بصت له وقالت له دي اول مره حد يقلق عليا بالشكل ده. لما جت تنام قال فرش بطانيه على الارض عشان يبات بره، لكن هي قالت له يدخل ينام معاها في الخيمه. هو كونه شهم وطيب قال لها لا في الاول، بس هي ضحكت وقالت له براحتك. الصبح وصلوا المدينه. هي بصت له باستغراب وقالت له جبت الجبس ده منين؟ فرمى الجبس على الارض وقال لها مش مهم، ودخلوا المدينه على طول. وقالت له انها هتفترق عنه دلوقتي. جريت بعيد وهو واقف محتار هي قصدها تقابله ولا قصدها تتسحق، بس في الاخر قرر يسيبها ويروح بيته. من الناحيه التانيه روري فضلت تسال كل الناس في المدينه عن الشياطين، لكن ولا واحد كان عارف اي حاجه. رغم كده قالت لنفسها ما ينفعش تستسلم، خصوصا وهي فاكره ازاي كانوا دايما بينادوها البطله الفاشله. فجاه سمعت صرخه في حاره، جريت ولقت بنت صغيره بتعيط وبتقول ان اختها اتخطفت، وكان في راجل غامض واقف بيراقب من بعيد. في نفس التوقيت قال وصل على بيت اهله. اول ما مد ايده يخبط على الباب امه فجرت الباب وطربيه في نص المدينه، وبعدها رجعته بالقوه. الغلبان حاسس روحه بتتسحب. فجاه ابوه طلع نزل ضرب قلب بوكس طيره. الام اتحولت لوحش، كانت هتحرق وشه بالنار عشان ضرب ابنها، والاب اتسحب جثه وهو بيعتذر، ووشه ما بقاش زي زمان بعد الليله دي. على العشاء الام فضلت تحاول تحشر اللحم بتاعها في بقه غصب عنه. في الناحيه التانيه الاب قاعد ياكل فرخه محروقه على الاخر. قال وهو بياكل حس ان اكل مامته احلى من اكل روري، بس المعضله ان مامته بدات تساله مين البنت اللي اسمها روري دي؟ حبيبتك؟ بتحبها اكتر مني؟ الاب كان مبسوط وقال ابني بقى راجل اخيرا، عايز اشوف لك عيال كتير. الجمله دي ولعت دماغ الام، قامت كسره له ظهره وقالت لسه بدري قوي على العيال، وانا مش هسيب واحده تانيه تطبخ له. قال حاول يشرح ان روري مجرد حارسه، بس مامته ردت وقالت تمام، بس اهم حاجه تستخدم حمايه. قال وقف مذهول، هو كل الناس فاهمين غلط ليه؟ وافتكر قد ايه هو كان عارف الالحاح الغريب ده قبل كده. بالليل قال كان فرحان انه زمان هرب من البيت ورجع دلوقتي بس عشان عايز سماد جديد للمزرعه. سأل ابوه عن العلامه اللي على الخريطه. قال انها الاوتيل اللي هيتقابل فيه مع الحارسه، بس ابوه قال له يخرس قبل ما مامته تسمع وتفتكر ان عنده سكورت. بس ابوه فجاه قال له مفيش اوتيل في المكان ده اساسا، نام هنا النهارده. لما دخل ينام في اوضه ابوه ساله انت بتنام هنا ليه؟ رد قال ماما مستنياني في السرير، واحنا اصلا الاباما، خد انت الضربه عني الليله. الصبح خد السماد اللي عايزه وقرر يروح يشوف روري في الاوتيل. في الطريق سمع صوت راجل بيستغيث وبيقول له في شيطان بيهاجم بنت بشعر ازرق في الغابه. قال جري بكل سرعته، لكن الراجل اللي قال له المعلومه ابتسم بخبث وضرب صوابعه وكل الاوهام اختفت. قال وصل الغابه وسمع صوت ست بتصرخ، وشاف وحش ضخم مليان مجسات كان على وشك يبتلعها بطريقه قذره جدا، بس قال زق الضربه بعيد، بس حس ان ايده بتخبط في الهوا بس، والست دي اتحولت لكتله مجسات وعاوزه تبتلعه. في اللحظه دي روري قطعت المجسات وقالت له ان الحاجات دي بتظهر طول الليل. وساعتها طلع راجل من الضلمه وقدم نفسه باسم لوكي، وقال لروري انها بطله فاشله عشان ما خدتش بالها انها اتخدعت بدري. طلع طول الوقت بيخدعها بحكاوي الشياطين عشان يخلص عليها. روري هجمت عليه بس هو اختفى وظهر وراها وضربها جامد ورماها بعيد. قال جري عشان يعالجها، بس هي قالت له خلي بالك انا مش قادر اعمل اي حاجه دلوقتي. لكن هو قال لها ما تقلقيش انا فلاح في الاخر، وحاول يضرب لوكي بوكس بس لوكي مسكه ورماه على الشجره. قال لف جسمه وقفز راجع عليه تاني، بس لوكي كان بيتهرب من ضرباته لحد ما وقع قال على الارض. لوكي فجر الارض كلها وما فضلش غير حفره ضخمه مكان قال، لكن قال طلع من الحفره من غير ولا خدش وقفز وضربه بوكس قوي. لوكي رد عليه بضربه رمت قال ميل كامل بعيد. ساعتها لوكي قال له ان اوروبورس وروميو ما كانوش غير عساكر صغار عنده، ووعدوا انه هيخلص عليهم قبل ما يبوظوا خطته، وقال انه ناوي يقتل هيلين كمان. وقال لروري انها متلبسه بقوه الزعيم الطيب، بس لانها عديمه الفايده مش عارفه تطلعها. وبعد ما خلص كلامه طلع مجساته من الارض تاني. قال قفز يتفاداها وشال روري بعيد، وبعد ما نزلها على الارض رجع يهاجم المجسات. روري قطعت شويه منها وقالت لبطلنا انا هعطله شويه اهرب انت، بس قال رفض وقال لها انا هبقى الفلاح الاعظم ومستحيل اسيبك. المجسات طلعت تاني من الارض. قال مسحها ببوكس واحد. لوكي بعدها جمع طاقه سحريه وحولها كرات سودا ورماها عليهم بسرعه وفجر الساحه كلها حرفيا. قال حاول يقف على رجليه، بس المجسات رجعت تاني وضربت روري بعيد، وفضلت ضغط على قال وهو واقع على الارض. لوكي قال له مستحيل تقدر تفلت من السحر اللزج ده، وقال لروري انت خلاص مش محتاجينك. روري بصت على قال وهو بيتبلع من المجسات وحست انها طول الوقت عديمه الفايده، بس افتكرت كلام اهلها وهما بيقولوا لها احنا عمرنا ما هنسيبك مهما كان الطريق اللي هتمشي فيه. ساعتها وعدت نفسها انها تبقى بطله واعتذرت لهم انها خيبت املهم. ولما لوكي جه يرمي كره طاقه عليها لقى ان كل المجسات بتاعته نشفت وجفت. قال كشف السر وقال له ان السماد اللي كان شايله هو اللي سحب كل الميه من جواهم، بس لوكي افتكر ان قال لسه مصاب ومش قادر يعمل اي حاجه. قال هجم عليه تاني ولوكي تهرب من الهجمه، بس قال انا عمري ما هسيب اصحابي ولا هتخلى عنهم ابدا. روري وقتها افتكرت
ازاي الناس كلها كانت بتقول لها انها عديمه الفايده، وده كان السبب انها استسلمت. بس لما شافت آل واقف لسه بيقاوم رغم اصاباته، عرفت ان البطل مش لازم يكون قوي، البطل هو اللي يضحي بحياته علشان ينقذ غيره. ولما آل كان خلاص هيقع من التعب، روري غرزت سيفها في لوكي من وراه وقالت لآل سامحني اني معرفتش اساعدك، بس اوعدك اني مش هستسلم تاني. وفجاه طلعت قوه الزعيم الطيب اللي جواها، وفعلت قدرتها الاسطوريه الملتهم الطاهر، وقامت بهجوم عنيف قطعت بيه لوكي نصين. لوكي وهو بيتبخر قال لهم الشر هينتصر مهما حصل حتى لو انهزمت 1000 مره. بعد المعركه قال لروري انها بجد بطله، ووقع مغمى عليه من الارهاق. لما صحي في نص الليل ودماغه خبطت في دماغها بالغلط، هي افتكرت حاجه غلط وقالت في سرها هو ده اللي بيقول عليه، وبعدين اتلخبطت وسكتت كانها ما قالتش اي حاجه. وهم راجعين من الغابه سمعوا صوت غريب بينادي على قلب اسمه. روري بدات تتعب من الخوف لانها بتترعب من الاشباح، بس الصوت كان صوت امه. قال اتوتر وقال لو شافت روري معايا مش هتعدي الليله دي على خير، فشالها وبدا يجري بعد ما هربوا. روري فضلت تضحك عليه وقالت له ازاي بتخاف من اشباح وانت اللي بتغلب تنانين؟ بس قال لها الاشباح مش اخطر، الخطر الحقيقي هي امي. ولما رجعوا البلده لقوا الفندق مش موجود، وبعد ما وصل روري قال دعا الزعيم ان امه ما تكونش في البيت لانه عارف انها في الليل بتتحول لمخلوق شيطاني وهي بتدور عليه، ولو مسكته بتسحب روحه. ولما دخل البيت وفتح الباب لقاها بتجري في حضنه، فراح قافل الباب في وشها بسرعه. فتح الباب تاني لقاها وراه. الواد الغلبان يا عيني جري وقفل على نفسه اوضته، بس اللي شال العذاب كله كان ابوه. الصبح ابوه استوعب انه لو خرج من البيت هيتقطع حتت، بس الام كانت لسه ماسكه في آل وبتترجاه ما يسيبهاش. قبل ما تمشي قالت له انت لسه ناوي تبقى فلاح؟ ما بتحسش انك مجبور على الطريق ده؟ بس قال لها انا اخترت ده. بعدها آل رجع ولحق بروري وابتدوا سوا طريقهم للمملكه، وهي حاولت تقول له انا هفضل دايما انقذك، بس آل قطع كلامها وقال لها انا اللي دايما هنقذك لو احتجتي. في نفس الليله فولي راحت تعتذر لابوها علشان قرارها اللي اخدته، وهو حس انه اب فاشل وما قدرش يحميها، بس هي كانت عارفه ان ده قدرها التعيس اللي لازم تعيشه. تاني يوم آل عرف روري على هيلين، ولما سلموا على بعض آل اتبسط جدا وقال لنفسه الحمد لله هيبقوا صحاب. رجع بعد كده للمزرعه لقى عيل صغير بيحاول يسرق الزرع. قال مسكه من هدومه وصرخ فيه بعصبيه، بس هيلين قالت له ما ينفعش تعنفه كده. الولد اعتذر وفجاه بطنه كركرت من الجوع. قال على طول لما خد باله قام مديله كرنب مستوي، والواد اكل وقال ده احلى طعم دقته في حياتي، وجري وهو فرحان. قال افتكر وقتها اللحظه اللي كان بياكل فيها بنت صغيره زمان، لكن هيلين قالت له ان الهجمات بتاعت الوحوش بقت بتخرب الحقول كلها والغلابه مش لاقيين اكل. وفجاه جرس انذار ضرب من بعيد. في المدينه كل المغامرين كانوا بيحاربوا جيش ضخم من الشياطين. هيلين اتحولت لتنين ضخم ونفخت كره نار حرقت الوحوش، وروري قطعت تعبان عملاق وانقذت مغامر كان هيتهري. اما آل جري على الوحوش وبدا يخبط فيهم ويطيرهم في الهواء ناحيه التنين، ومع بعض كانوا بيصفوا الوحوش واحد ورا التاني. فضلوا يقاتلوا بالساعات بس العدد كان مهول لحد ما ظهر جيش من بعيد، والملك بتاع انتس صرخ وقال للوحوش انسحبوا قبل ما السيف الاسطوري ليفياثان يحرقكم كلكم. الوحوش فعلا انسحبوا، بس آل حس ان في حاجه غلط، ازاي مجرد سيف يخلي الوحوش كلها تهرب؟ بالليل فولي جت عند بيت آل وقالت له وهي قاعده مهمومه جيت اودعك، انا مسافره ومش هرجع تاني. بعد ما خلصت كلامها وصفتها دخلت وقالت لها يلا يا مولاتي الميعاد جه. فولي بصت له وقالت باي يا آل، شكرا انك كنت صديقي، وركبت العربيه ومشيت. قال وقتها قال الحمد لله خلصت من البنت القبيحه دي. بس الصبح صحي على اهدى يوم في حياته، ومع ذلك كان لسه بيفكر فيها. ام الولد الصغير اللي سرق قبل كده جت تعتذر له، وهي ماشيه فجاه ريكس ظهر من وراه زي نينجا صامت، بس قال له اللي صامت وقاتل هو ريحتك المعفنه. ريكس رد وقال له استنى لما تشوف المصيبه الاكبر، ووراله الجورنال. في النقابه هيلين وروري كانوا بيبصوا على نفس الجورنال، لقوا خبر ان فولي هتتجوز، والعريس هو الراجل اللي انقذهم يوم الغزو بسيفه العملاق. روري حس ان الموضوع مريب، الوحوش مش المفروض تفهم كلامه، لكن هيلين خدت بالها انهم كانوا بينفذوا اوامره. قال دخل عليهم بالجورنال وقال اقرأوا جواب امي اللي جوه الجريده، بس اللي لقوه مجرد كلمات حب من امه ليه. قال اتنرفز وقطع الورق وقال لهم اقروا المهم. هم جمعوا الورق وقرأوا تاني، وطلع ان امه بتقول السيف الاسطوري ده مجرد تقليد رخيص عمله حد نجار غلبان، وكمان كشفت انها كانت زعيمه دوما الظلال، اكبر منظمه اغتيالات ومعلومات في التاريخ. قال افتكر وقتها قد ايه امه قويه لدرجه انها اقوى من التنين نفسه. وبتكمله الجواب لقوا ان كل الشياطين متحكم فيهم عن طريق امير انيسبورغ. قال فهم ان فولي في خطر كبير. روري وهيلين اتسالوا ازاي ندخل بلد عمرنا ما زرناها، وفجاه الريحه بقت بشعه. قال عندي احسن مرشد في العالم، وظهر ريكس اللي طلع هو مصدر الريحه. في قصر انيسبورغ الامير كان بيضحك على الممالك التانيه اللي بيدفعوا فلوس علشان يحموا نفسهم بالسيف المزيف، لكن جزل القائد الشيطاني قال له مش هخلي رجالي يموتوا علشانك تاني، مراتي اسيره عندك. الامير ضربه وقال له اسمع الكلام والا هقطع رقبه مراتك حتت.
في المدينه قال اشترى هدوم من ام العيل، والحمام الزاجل لقى ريكس من مسافه بعيده بسبب ريحته الكريهه. قال رجع لاصحابه ومعاه لبس تنكر وقال لهم هنستخبى في عربيه الاكل اللي رايحه الفرح وهنبين اننا مجرد خدم. اما ريكس فكان هيحاول يسرق السيف علشان يثبت للكل انه مش حقيقي، بس المشكله ازاي يخلوا الوحوش تيجي. هنا ريكس كشف سره الكبير، قال لهم انه مش بس عضو في دمى الظلال لكن كمان نص شيطان. اهله رموه علشان ريحته، وام قال هي اللي اهتمت بيه، ومن ساعتها حب البشر. قال اتأثر وقال له انت مش معفن زي ما كنت فاكر. ودي اول مره ريكس يبتسم بجد. في القصر فولي كانت بتبكي وتدعي ان قال يجي ينقذها، والامير سمع اسم قال منها واتضايقت جدا وقالت نفسي اشوفه مره اخيره. وتاني يوم صباح الفرح الامير نوتيلوس كان فرحان لانه هيبقى ملك بعد ما يتجوز الاميره، ومع السيف المزيف هيبقى يقدر يستغل البشر والشياطين مع بعض. لما دخل اوضه فولي لقاها اجمل عروسه شافها في حياته، بس هي قالت له ببرود سيبني لوحدي شويه قبل المراسم. ولما خرج فولي بصت لوظيفتها وقالت لها اطلعي بره انت كمان، وهي فاكره كلام ابوها اللي قاله لها زمان اسعي ورا سعادتك وتجوزي الراجل اللي بتحبيه. بس لا، عندها كانت مصلحه بلدها اهم بكتير من سعادتها هي مع قال. وفي نفس التوقيت قال واصحابه قدروا يتسللوا من البوابه ويقفزوا في اول زقاق شافوه. قال كان جايب لهم احلى تفصيل من الترزي الاعظم، ومغز بنفسه جهز لهم لبس التخفي. لكن البنات قعدوا يبصوا لبعض وقالوا هو ازاي هنستخبى واحنا لابسين كده؟ كل العيون علينا اصلا. قال رد عليهم بكل ثقه وقال الموضوع بسيط جدا، كل اللي علينا اننا نقتحم القلعه اللي مليانه جنود ونسرب خطيبه جزل لحد الكنيسه من غير ما حد يحس، نخلي واحد عشوائي يعترف قدام الكل ان السيف مزيف، وساعتها كل حاجه هتتحل. هو مقتنع انهم مش هيتكشفوا. بس اول فارس وقفهم وسالهم انتوا بتعملوا ايه هنا؟ قال فعل 3 خلايا دماغه وقال بسرعه احنا بنسلم خضار. الفارس ساله طب ليه للقصر بالذات؟ قال له بكل بجاحه عشان طازه. طبعا ما لحقتش الجمله تخلص غير وهم بيجروا على رجليهم. ساعتها هيلين قالت خلاص نروح للخطه ب، ومسكته من وسطه ورمت قال من الشباك جوه القلعه زي كره مقشره. قال وقع جوه اوضه، والبنت اللي كانت هناك قالت له بخضه انت كويس؟ بس هو ما ردش وسالها على طول انت خطيبه جزل؟ هي اتصدمت ازاي عرفت جزل؟ لكن الفرسان دخلوا الغرفه بسرعه وسالوه انت مين؟ قال بقى استدعى اسطورته وصرخ بصوته المعتاد انا فلاح، واندفع عليهم بقوه قطعهم واحد ورا التاني ودفن الجزر بتاعه في زور كل واحد منهم. بعد ما خلص عليهم بص للبنت وقال لها انا جاي انقذك، لكن هي قالت له انها ما تقدرش تتحرك عشان متكتفه بحديد وكره حديد مربوطه في رجلها. قال بكل قوته قعد يخبط ويدمر نص المبنى وهو شايلها، والجنود ورا بيجروا. وبينما هو بيكسر الابواب ويجري هيلين وروري وصلوا له وقالوا له وحشتنا يا وش النكد. قال لهم والله ما وحشتوني يا وشوش الفشل. وجريوا كلهم سوا لحد ما وصلوا للكنيسه. هناك قالوا لقال انت روح انكس فولي واحنا هنشغل الجيش. قال جري والبنات هجمت على الجنود بشجاعه، وقال دخل واقف في النص وقال بصوت عالي انتوا يا كلاب مين الوغد اللي بيفكر ياخد مراتي؟ فولي لما شافته عيطت من الفرحه، لكن نوتيلوس وقف وقال ده شرير بيحاول يخطف الاميره. قال رد الكذاب الحقيقي هو انت، وكشف قدام الكل ان سيفه الاسطوري مجرد نسخه مقلده. الناس اتصدمت، بس نوتيلوس ضحك وقال هاتوا حجه غير دي، الملك بنفسه شاف السيف وهو بيطرد الوحوش. الملك سال ازاي تثبت كلامك؟ قال له سهله اتفرجوا. دخل فارس وقال ان الاف الوحوش حصروا المدينه وريكس هو اللي بيسيطر عليهم بالناي بتاعه. الناس قالوا لنوتيلوس يلا استعمل السيف بقى، بس نوتيلوس اتلخبط لما شاف جزل رجع خطيبته. ريكس سلمه السيف وقال له يلا وريهم، لكنه كان خايف يمد ايده عشان سره هيتفضح. قال مسك السيف بنفسه وقال ده مزيف ورماه على وحش، والوحش عضه وكسره زي بسكوته. الملك اتصدم ازاي، ووقتها جزل نفخ في الناي وخلى الوحوش ترجع، وبين انهم طول الوقت تحت سيطره نوتيلوس. الملك ساله ايه التفسير؟ نوتيلوس انفجر من الضحك وقال بلدكم خلاص انتهت، انا بعت الاف الوحوش امبارح على ميغاس وهتكون تحت حكمي بعد ما تقع. لكن روري وهيلين ردوا عليه احنا عارفين مخك وكنا مستعدين، بعد الغزو اللي فات دبرنا جيشنا كله، والنهارده بلدنا واقفه على رجليها وبتدافع عن نفسها. الملك ابتسم وقال فخور ان ملك لاعظم مملكه. اما قال بص لفولي وقال لها مفيش داعي تضحي بنفسك خلاص. وساعتها الجنود اندفعوا كلهم على القاعه، ونوتيلوس كان واقف بيزعق للجنود وبيأمرهم انهم يمسكوا قال، والجنود فعلا بدأوا يتحركوا علشان يقبضوا عليه. بس نوتيلوس كان شايف ان خطته هتروح في داهيه كده، فقال مش هيسيبها تضيع، وجري بنفسه على الملك علشان يطعنه. فجأة حصلت حاجه غريبه جدا، سيفه وقف في مكانه بسبب حته فجل. في اللحظه دي نوتيلوس فهم ان اللعبه خلصت. قال دخل عليه بقبضه محترمه ووقعه وقال له بصوت عالي خلصت يا نوتيلوس، اللعبه انتهت. الجنود مسكوه وشالوه بعيد، وفولي جريت على آل تبص له وهي مش مصدقه. الملك كان باين عليه غاضب جدا ووشه شكله هيقطع آل نصين، بس فجأة ابتسم وقال له مبروك يا بطل، انت دلوقتي واحد من العيله. لكن بره القاعه ريكس طلع من العدم وسلم الملك جواب كانوا مسكوه من جندي من جنود نوتيلوس. الجواب كشف ان نوتيلوس كان مجرد عروسه ماريونيت اصلا متحكم فيها من حد اكبر واخطر. تاني يوم في النقابه فولي جابت لهم صندوق مليان جواهر كجايزه، وهي ماشيه هيلين وقفت تتامل فيها كانها شافتها في مكان قبل كده. بس قال بسرعه غطى على الموضوع وقال يا بنتي
البنت دي وشها عادي زي اي حد. روري وافقت وقالت دي وشها عادي جدا، ده بايظ اصلا. بس لما هيلين قالت انها شايفاها جميله، قال رد عليها وقال جميله ايه، دي قبيحه ساحره بشعه. فولي اتأثرت واعتذرت وقالت اسفه اني بشعه. بس بعدها بصت لروري وقالت لها بهمس كده هولع المملكه كلها علشان اخد جزر قال، وهولعك انت كمان في السكه. قال ساعتها جري منهم وهو بيحاول يهرب من العبط بتاعهم. بس هيلين لسه مشغوله وبتسال نفسها ليه وشها مألوف كده. في المزرعه قال اخيرا كان هيقعد شويه مع طماطمه ويفصل دماغه شويه عن العالم. لكن البنات طبعا ما عرفوش يسيبوه في حاله وبداوا يسالوه قول يا قال بتحبي مين فينا، وهو عمل نفسه مش واخد باله وقال لهم انتوا مجانين ولا ايه، انا مش شايفكوا اصلا. فسالوه طب في واحده تانية بتحبها اكتر مننا، وهنا قالها بصراحه ايوه في بنت تانية. الكلمه وقعت عليهم زي الصاعقه، قعدوا متدمرين وهو جري من قدامهم زي سونيك. وصل لبيته وخد شويه خضار كان جايبهم وراح يديهم لصديقته القديمه اوليفيا. وهو واقف افتكر كلام امه يا قال ما تحسش انك مجبور على اللي حصل من 15 سنه، فاكر اليوم ده كويس. والده كان لسه جامع صندوق واحد صغير بطاطس بصعوبه، ولما بص على قال لقى الولد لوحده جامع 9 صناديق كامله. قال ما كانش بيحب حاجه زي الزراعه، بس لوسي جت من وراه وضربت ابوه علشان خلاه يعمل كل الشغل. قال كان دايما بيشارك اكل مع الجيران، لكن في يوم شاف بنت يتيمه صغيره كانت هتتضرب من شويه عيال علشان سرقت اكل. هو استغرب ليه تسرق. الجيران قالوا له دي ملهاش اب ولا ام، وسأل طب هتعملوا ايه بيها؟ قالوا هنبيعها لتاجر رقيق. البنت وهي متحاصره عضت ايد واحد منهم وجريت بخفه، سرقت صندوق بطاطس من قال وهربت على الجبل على طول. قعدت تاكل البطاطس نيه من الجوع، بس قال لحقها ومعاه شوربه ساخنه. اول ما شافته جريت، افتكرته هيضربها بس هو قال لها ما تاكليش البطاطس نيه هتكون مره عليكي، خدي لك حاجه مطبوخه، وحط لها الشوربه ومشي. تاني يوم رجع جاب لها اومليت بالبطاطس. اول ما سابه ومشي نطت من مكانها واكلته بنهم. واليوم اللي بعده رجع تاني لقاها بانتظار المره دي، وهو واقف معاها سالها حبيتي الساندوتش؟ قالت له الطماطم دي احلى حاجه دقتها. فقال لها بفخر انا اللي زرعتها، كنت بدعي ان في يوم من الايام تضحك حد، وانا مبسوط اني لقيت الضحكه دي عندك. سألها اسمك ايه؟ قالت انا اوليفيا. قال لها وانا قال وين. وفجأة بطنه عملت اصوات من الجوع، بصت في ايدها لقيت لسه معاها اكل وقسمته معاه وقالت له مش هتبقى سعيد وانت جعان. بس وهم قاعدين كده الرجال رجعوا تاني عشان يبيعوها لتاجر الرقيق. قال نزل على ركبته قدامهم وقال سيبوها هزرع لكم اراضي قد اللي سرقته 100 مره، لكن ولا واحد منهم كان عايز يسيبها. فجأة ظهر ابو قال وقال لهم هو قال عمل حاجه ولا ايه؟ الاتنين اتصدموا يشوفوه، ولما حكى لهم اللي حصل قرر الراجل يديهم برميل الرز الغالي بتاعه كله. قالوا ده اكتر من كفايه علشان يعوض خسارتنا. قال بص لابوه وقال له انت متاكد يا بابا؟ قال له ايوه، بس غالبا مش هعيش للنهار من غير اكل، يا لوسي هتموتني ضربه او تجوعني شهرين. بس برضه البنات المجانين ليهم طعم تاني. وفي اللحظه دي اوليفيا رجعت تبص له وتمد ايديها بالبطاطس اللي سرقتها وقالت خد يا قال دول بتوعك. بس وهو قاعد يبص على الكميه الكبيره دي من البطاطس ابو قال له يا ابني احنا محتاجين ناس تساعدنا نجهز الكميه دي، ايدينا قليله مش هنلحق. الراجل لسه بيفكر بدماغه اللي ما شغلتش غير خليتين من 15 سنه، وفجاه خطرت في دماغه فكره انه ممكن يعزم اوليفيا تيجي تساعدهم. وقال لها بصي يا اوليفيا انا محتاج مساعدتك تجهزي البطاطس دي معانا، ومن هنا ورايح كل يوم هنتغدى ونتعشى سوا عندنا في البيت. وهي ماشيه راجعه مع قال البيت اوليفيا كانت طايره من الفرحه انها اخيرا لقت حد يهتم بيها بجد. عدى سنتين وقال رجع يحصد في الارض زي العاده، واوليفيا كانت بتقول لي يا اوني تشان خد لك بريك وكل حاجه، لكنه بيرد عليها لا لسه قدامي ساعات لحد ما اخلص. ابوه كان فقد الامل فيه تماما، لكن اوليفيا ندهت له ابكى عشان كان مش بيقعد معاها وقت كفايه. وفجاه تيستا كان طالع يجري وهو بيهرب من نحله عملاقه قاتله. قبل ما يوصلوا له قال فجاه اختفت من مكانها وظهرت قدامهم، وبضربه واحده وقعت كل النحل وموتتهم كلهم. تيستا قام كده وبص للوسي اللي هي قال وقال لها ايه الجمال ده يا لوسي كالعاده. بس ابو قال ولع فيه وقال ازاي تبص لمراتي كده حتى لو انت صاحب ابني هعدمك حالا. بس لوسي ردت عليه وقالت انا مكرسه حياتي كلها لقال بس. وهنا بقى الاب المسكين اتصدم انه بيتخان من ابنه. المهم لوسي قالت لقال انها ناويه تدور على بيت اكبر عشان يساعد العيله الصغيره اللي بقوا 4، وسابوه مشيوا وهو فضل واقف يودعهم بايده. بعد ما مشيوا ابو قال سال تيستا ايه اللي جاب النحل القاتل هنا، المنطقه دي ما فيهاش النوع ده. تيستا طلع له خريطه وقال له بص يا قال في كنز مستخبي في الغابه عايزك تساعدني نجيبه، واحنا عارفين دلوقتي ازاي نتجنب النحل وممكن نلاقي جوهره لاوليفيا هتفرحها. قال قلبه اتغير بسرعه عشان اوليفيا ووافق على طول. بس لما اوليفيا قالت انها عايزه تيجي معاهم قال رفض وقال لها لا خليكي في البيت المكان خطر عليكي. وهم ماشيين في الغابه قال استغرب وقال هو ايه حكايه اوليفيا لانها ملزقه فيا كده. فتيستا كشف له السر. اوليفيا قالت لي ان كل الناس في القريه بيتعاملوا معاها وحش جدا لما هي بتكون لوحدها. قال اتصدم وقال ليه ما قالتليش، وساعتها افتكر ان اهله اساسا بيدوروا على بيت جديد عشان راحتها هي. حس انه عاجز ومش قادر يعمل حاجه. تيستا
طبطب عليه وقال له يلا نلاقي الكنز ونرجع بسرعه ليها. اول ما وصلوا للمكان اللي في الخريطه تيستا داس على صخره بدات تشق الجبل نصين ووقعوا لتحت جوه كهف ضخم، وفجاه لقوا قصر كامل مستخبي تحت الارض. آل كان مبسوط بيستكشف، لكن تيستا لقى حجر عليه كتابه غريبه، ومجرد ما لمس الحجر نور جامد طلع وخطفه لبعد تاني وظهر قدام تنين اسطوري ضخم. التنين حاول يلتهمه، وفي اللحظه دي الجبل كله انفجر زي البركان. بعد ساعات طويله آل سمع صوت اوليفيا بتنادي عليه اصحى يا آل. حاول يقوم بس حس بألم شديد في قلبه. تيستا جه وشاله لبره ووراله القريه كلها اللي ساعتها كانت متدمره بالكامل. كل البيوت اتحرقت ومفيش ولا بني ادم باقي، والاسوأ من كده ان الجسر اللي بيودي للعاصمه اتدمر، واهل تيستا اتلموا في اللحظه دي فجري عليهم. في نفس الوقت العمده كان بيوزع المؤن للناس. قال افتكر انه ممكن يلاقي اكل في الحقول، بس اكتشف ان كل زرعه اتحرق هو كمان، واللي زود التين بله ان دماغه كانت بتتعذب من اللي حصل. فاعتذر لاوليفيا لانه مش قادر يطعمها، لكن هي ردت عليه وقالت انا مش فارق معايا الاكل، اللي يهمني انك ما تختفيش من حياتي. وفي ليله من الليالي اوليفيا حاولت تسرق جزر من خيمه العمده، بس افتكرت ازاي قال زمان كان بيتوسل لها ما تسرقش، فمسكت نفسها ومشيت. تاني يوم المؤن بقت اقل بكتير، واوليفيا وهي شايله الاكل لآل ادت له حصتها كمان. جوه الخيمه آل استغرب وقال هو ايه ده، احنا خدنا مؤن زياده من العاصمه ولا ايه؟ اوليفيا ضحكت وقالت جالنا اكل زياده واهلنا راجعين قريب، فعايزاك تاكل وتبقى بخير. قال فرح جدا لانه فاكر انها كمان بتاكل زيه، وهي قالت له انا نفسي اكل الخضار بتاعك اللي هتزرعه تاني. فقال وعدها انه ياكلها من زرعه تاني. الايام عدت واوليفيا فضلت تديه حصتها وهو ما يعرفش، لحد ما جسمها وقع فجاه في نص الحقل وهي كانت ماشيه لوحدها. قال صحي وتيستا دخل عليه وقال له خبر صادم، اوليفيا ماتت من الجوع. قال انهار وقال ازاي ده يحصل واحنا عندنا مؤن من العاصمه، بس تيستا صدمه احنا عمرنا ما تواصلنا مع العاصمه. اوليفيا كانت بتكذب عليك طول الوقت عشان تخليك تاكل وتشبع، كانت بتموت نفسها كل يوم بالجوع عشانك يا آل. قال انفجر من العياط وحس انه السبب في موتها. اهله رجعوا بعد شويه لكنه كان شايف ان خلاص ضاع منه وعده انه ياكلها من زرعه. في الليل تنين هجم عليه بس قال بضربه واحده حطمه، وهو راجع البيت لقى بنت مرميه على الارض سايبه نفسها. فرح انها لسه عايشه وشالها للبيت عشان ينقذها. الصبح البنت فاقت وقالت له هو انت خطفتني ولا ايه؟ رد عليها انا لقيتك مرميه في الشارع وكنت فاقده الوعي. هي اتخضت وقالت طب ده مرعب اكتر، يعني خطفتني وانا مغمى عليا؟ قال حاول يشرح لها انه كان بس قلقان عليها. قال وهو ماشي لقى البنت دي واقعه ومغمى عليها. استغرب وقال في نفسه هو ايه اللي خلاها تقع كده، ولما شافت ان كلامه صادق البنت قررت تحكي له انها كانت رايحه نقابه المغامرين. فساعتها قال لها خلاص انا اصلا رايح هناك هوديكي معايا، وقدم نفسه ليها وقال انا اسمي آل واين. فسالها عن اسمها، ردت وقالت انا اسمي لينيا. بعد كام ساعه روري دخلت اوضته وشافت بنت تانية موجوده جوه، فعيطت وجريت بعيد. في النقابة هيلين لاحظت ان روري دايما بتدخل نفسها في مواقف غريبة، فساعتها قال لها ان لينيا عايزة تقدم طلب للنقابة. ولما دخلوا الأوضة الخاصة لينيا كشفت لهم ان بلدها في مشكلة، لكن ولا حد من النقابة راح هناك قبل كده. قال ما استناش وقال لها تمام انا اللي هساعدك. هيلين حبت تتأكد وسألتها طب انت منين؟ لينيا ردت وقالت انها من بلدة اسمها جي تاون. قال اول ما سمع الاسم وشه نور وقال اخيرا هوصل للعيدان الطويلة بتاعت الهيليون اللي نفسي فيها، وقعد يتوسل لها انها تاخده معاها. وهيلين كمان شجعتها وقالت لها ممكن تثقي في آل. وهم راكبين العربة في الطريق للبلدة السواق قال لهم انا بقالي اسابيع مش بنقل حد خالص، التجارات كلها واقفة. قال استغرب وقال غريبة الحكاية دي. وفجأة وهو نايم سمع خطوات ضخمة، فتح عينه لقى اورك عملاق عايز يسرق جزرته. السواق قال لو واحد اورك بس مش مشكلة، لكن بعدها ظهر قطيع كامل بيطاردهم. قال ادرك ان الجزر بتاعه هيتفرم ويتعصر ويتعمل عصير. بعدها بوقت قال صحي بس فجأة لاحظ انه لابس تعويذة في رقبته، وهي قالت له دي هتهديك شوية الوقت ده. وصلوا اخيرا البلدة والسواق قال له البنت دي طيبة جدا، فضلت تسليك طول ما انت مغمى عليك. عند البوابة لينيا قالت للحراس ان قال معاها، واول ما مشي معاها لاحظ ان الحراس ماسكين مماسح بدل الاسلحة. اول حاجة شافها في السوق كانت عربية بتبيع هيليون، فقال للبياع هات لي واحدة. البياع اداله عود محروق تماما، فسأله هو ده طبيعي؟ لينيا قالت له لا ده مش طبيعي. قال بص للراجل تاني ولاحظ ان شكله مجنون تماما، وبعدها شاف واحد وقع كل الخضار بتاعه على الارض، لكنه قام ومشي من غير ما ياخد اي حاجة. قال حاول يوقفه بس لقى وشه بايظ هو كمان. ساعتها فهم ان البلدة كلها فيها حاجة غلط. بعدها اتخطفوا واتشدوا ناحية الشلال. هناك لينيا شرحت له ان الناس في البلدة كلهم بيتصرفوا بغرابة، ودعته يروح معاها لمحل المجوهرات بتاع اهلها، ووريته تعويذة سحرية بتحميها من الجنون المنتشر. قالت له ان اسرتها 4 افراد، لكن بقالها فترة مش لاقية اهلها من ساعة ما البلدة اتجننت. قال طلب منها باقي التعويذات عشان يحقق، لكنها توسلت له يكون حذر. في اليوم اللي بعده قال شاف بعينه ان البلدة كلها فقدت عقلها. فجأة ظهر راجل غريب وقال انه اللورد بتاع البلدة. شاف ان قال لابس نفس التعويذة اللي معاه، فعزمه يتعشوا في قصره. لكن قبل ما يروح البنات خطفوه بعيد،
واللورد قال انه متحمس يقابله تاني. الليل جه وقال واللي معاه دخلوا القصر واتفاجئوا بجدران مليانه لوحات للهيليون. قال دخل على طول في الموضوع وساله هو ايه اللي بيحصل في البلده. اللورد ضحك وقال بصراحه ما بقاش يفرق، لكن فجاه امر الجنود يشيروا سيوفهم على قال، وبعدها قال له انا عايز منك خدمه. قال ما استناش وكسر الحصار وهجم عليه، لكن لينيا وقفت قدامه. ساعتها فهم انها طول الوقت كانت تحت سيطرته. اللورد كشف عن نفسه وقال انه يقدر يتحكم في اي عقل، بس عيبه انه ما يقدرش يسيطر غير على شخص واحد في المره، علشان كده حط قدرته في تمثال الساحره، والتمثال بقى بيتحكم في كل الناس. وده طبعا خرافات خطته الاخيره انه يسيطر على العاصمه الملكيه. وكمل كلامه وقال انه عارف ان قال هزم روميو واوروبوروس، ولو قدر يسيطر على قال هيبقى عنده اقوى جندي في العالم. قال سأل لينيا ليه بتساعده، فردت وقالت مضطره لانه خطف ابويا وامي. قال ساعتها قال له اعمل اللي انت عايزه. ولما البلوره قربت تدخل دماغه لينيا افتكرت اللحظات اللي عاشتها معاه وصرخت اهرب يا قال، لكن قال ابتسم ورمى حجر على الارض، فجر ضوء قوي غطى القاعه كلها والتمثال اتكسر بره وسيطرته راحت للابد. قال كشف انه كان حجر تواصل واصحابه فهموا الاشاره وكسروا التمثال. اللورد اتصدم وساله ازاي اتواصلت معاهم. قال له كان في مرتين انت مش واخد بالك فيهم، اول مره لما روري وهيلين خطفوني، وتاني مره برضه لما خطفوني. هناك عرفوا ان التمثال هو اللي بيتحكم، وقتها بس كنت بدلهم الاشاره. وفي الاخر وعد لينيا انه هينقذ اهلها من ايده. قال وهيلين كانوا لحقوا وانقذوا الناس كلها خلاص، بس الشيطان كان لسه ماسك رهينه اخيره. الشيطان عارف ان حاكم المدينه دي بيعشق الهيليون من قلبه، والهيليون هنا مقصود بيه الاسباراجوس، فطلع عصايه هيليون عشان يسيطر عليه. بس قال عمل حركه غريبه جدا، مسك العصايه وحشرها في بق الحاكم. الشيطان استغرب وقال ايه الغباوه دي، لكن اول ما الحاكم مضغ الهيليون وافتكر قد ايه هو بيحبه ساعتها الشيطان فقد السيطره عليه. قال استغل الفرصه وراح مطير الشيطان بقبضه قويه وهزمه نهائيا. قبل ما قال يمشي طلب منها بندنت اللي معاها. البنت قالت له دي اقل حاجه اعملها ليك بعد اللي حصل. رجع قال المزرعه مبسوط جدا عشان اخيرا اتجمع مع الخضار بتاعه. قال لنفسه انه يقدر يحشر جواهم عصارتهم الطريه جوا بقه من غير ما يوجع دماغه مع البنات المزعجات. لكن المصيبه ان البنات دول نفسهم كانوا لابسين عقود جديده، ولما فولي سالتهم جبتوها منين قالوا لها قال اداها لنا وطلعنا احلى منك. وفجاه سمعوا صوت قلب بيصرخ، جريوا عليه لقوه بيشاور على وحش قاتل اعشاب كان ماصص كل عناصر الاكل من الخضار بتاعه. قال اتجنن وقال انه هيقتل الوحش ده بنفس القوه اللي امه بتضرب بيها ابوه كل يوم. بعدها في العاصمه باعوا المحصول. الملك جيب نفسه المحل بس كان متنكر. فولي اول ما شافته استخبت بسرعه. قال استغرب وساله انت متنكر ليه؟ الملك قال له انا زبون عادي خالص مفيش اي حاجه مشبوهه هنا. وبعدين سال قال امتى هتنضم لعيلتنا؟ قال رد بكل هدوء مش ناوي اتجوز بنتك القبيحه. الملك حاول يرشيه وقال له هديك كل الاراضي الزراعيه في المملكه وكمان احدث ادوات الزراعه. قال اتلخبط وابتدى يميل للفكره، بس روري صرخت وقالت له يفوق، انت هتتجوز عشان ارض ولا عشان حب؟ فولي غارت جدا ووقعت قلب الغلط وهو العريس المستقبلي اللي في دماغها. وهو بيغيب عن الوعي سمع صوت ساحره بتنده عليه في دماغه، كانت عايزه تعرفه بنفسها بس الاتصال كان بيقطع وقالت له هنتقابل قريب يا قال. بعد ما خلصوا بيع قال افتكر الاعشاب اللي بتقتل مزروعاته وشكله اتغير ووشه بقى مخيف جدا لدرجه ان البنات خافوا وهربوا بعيد عنه. ريكس كان جاي يوصل جواب وشاف وش قال المرعب، بس قال له لاول مره ريحه جسمك حلوه يا ريكس. وفجاه رجع هادي تاني. وفجاه سمعوا بنت بتصرخ، جريوا عليها لو تجار عبيد بيحاولوا يخطفوها. واحد منهم طلع سكينه يطعن قال لكنه تفاداها وضربه وقعه. التاني هاجم عليه قال عرقله برجله ووقعه وضربه برضه. التاجر الرئيسي جري بسرعه البرق زي فورست جامب. قال راح للبنت وسالها انت كويسه، بس اتفاجئ انها عندها قرون شيطانيه. ريكس اتعرف عليها وقال دي يوريا بنت ملك الشياطين ماكث. قالت صدم وسالها انت بتعملي ايه هنا؟ يوريا قالت له اللي بيربيني حس ان في خطر وفتح بوابه ورماني لعالم البشر، وكانت خايفه جدا ان في حاجه وحشه بتحصل في عالمها وفضلت تترجاه انقذنا يا قال. ريكس قال لهم الموضوع هيحتاج 3 ايام عشان يعبروا البحر، لكن قال له انا مش محتاج مركب انا المركب. وابتدى يجري فوق الميه بسرعه رهيبه. يوريا كانت دايخه من الموج بس شكرته وقالت له انت انقذتني بسرعه شكرا يا اوني تشان. قال اول ما سمع الكلمه دي وقف لحظه افتكر اوليفيا ووشها، لكن سمع صوت خطوات من بعيد. يوريا قالت له ما تقلقش ده دوماس اللي بيربيني. بس اول ما دوماس شافها جهز هجوم سحري وضربها. يوريا صرخت له انا يوريا، لكنه ما وقفش، فضل يرمي طلقات سحريه ناحيه قال، لكن قال كان بيصدهم بايده. دوماس فضل يرشقه بكور طاقه وقال بيتفاداهم كلهم لحد ما دوماس فجاه وجه هجوم مباشر ناحيه يوريا. قال بسرعه بدا يصد الضربات ويدفعها بعيد عنها. وفي اللحظه دي قال استوعب ان في حد مسيطر على دوماس من ورا الستار، فقرر يندفع للامام عشان يديله الضربه اللي تفوقه. دوماس اختفى فجاه وظهر من وراه وضربه
ضربوا في قلبه بقوه، خبطوا لحد ما طار ناحيه شجره، بس لحق يتفادى الضربه بالعافيه. وقبل ما العدو يهاجمه تاني من وراه، قال ظهر فجاه وركله برجله، خبطه في الارض وخلاه يغمى عليه. ساعتها قال قعد يفكر يا ترى يوريا بخير، وقال لها ان اكيد في حد كان بيتحكم في عقل دوماس. لكن يوريا لسه ما لحقتش ترد غير ولقت دوماس واقف تاني ومستعد يفنيها بضربه واحده. وقبل ما يطلق هجومه الاخير، قال ظهرت فجاه من وراه ونطت عليه وضربته لحد ما فقد وعيه، وقالت انها عرفت من ريكس ان قال كان ناوي يدخل اراضي الشياطين من غير ما يقول لحد. وبعدها حاولت تقدم نفسها ليوريا، فجاه طلعت القنبله بتاعتها قرقاره وقالت انها بس خبطته يغمى عليه عشان كان واقع تحت تحكم العقل. قال وقف مذهول، معقول هي عارفه انه قوي كده؟ لكن يوريا وضحت له الحقيقه وقالت ان دوماس اقوى ساحر في عالم الشياطين كله. وبعدها قعدت تحرسها طول الليل، وحتى وهي واقفه حارسه كانت بتطوي هدومها بعنايه زي ما تكون قاعده في بيتها مش في وسط معركه. قال لنفسه لا الكلام ده مش جنون، ده طبيعي جدا. ولوسي وافقته الراي وقالت خلينا نتحرك ونروح على قصر الشياطين. ولما دخلوا القصر اكتشفوا ان كل الحراس مقتولين. ولما دخلوا قاعه العرش، يوريا لقت ابوها واقع على الارض ومغمى عليه. واحد من الحراس حاول يصحى بالعافيه، واول ما فتح عينه صرخ في يوريا وقال لها هربي حالا. وفي اللحظه دي سيف نازل من وراها عشان يقطعها، لكن لوسي رفعت سلاحها بسرعه علشان تحميها، بس قال مسك ايدها في اخر لحظه ومنعها. قال لها كنت ممكن اسيبك تقتليها بس دي مش امي. المزيفه رمت سيفها وقالت الطفل الشقي لازم يتعاقب. قال رد عليها وقال لها لو كنت امي بجد كنت حضنتيني حضن يكسر كل عظامي وكنت شفطت الروح من جسمي. المزيفه ضحكت بصوت عالي وقالت ده بالظبط اللي استناه من ابني. وفي اللحظه دي بدات تتحول وتكشف عن جسمها الحقيقي، وطلعت انها اوليفيا. قالت صدم ازاي لسه عايشه؟ اوليفيا ابتسمت وقالت انا اتجسدت من جديد بقوه الزعيم الشرير. ورفعت ايديها توريه القدرات الجديده اللي بقت معاها، وفجاه اطلقت ضربه قويه ناحيه يوريا. الانفجار مسح القصر كله ودمر جبل بعيد قدامهم. وبعد ما التراب هدي قال ادرك ان مفيش امل يهزمها، لكن اوليفيا ضحكت وقالت انت مذهل فعلا، قدرت تتفادى الضربه دي مع ان قوه الزعيم الشرير لسه مختومه جواك. قال واقف محتار يعني ايه الكلام ده؟ قالت له الوحيد اللي رفع مستواك هو مهاره عاشق الطبيعه، دي اعظم قدره منحها الزعيم الشرير. قال انفعل بس انا عمري ما قابلت الزعيم الشرير اصلا. اوليفيا ردت لا قابلته وانا هقول لك كل حاجه لو انضميت ليا. ومسكت وشه بايديها وبدات تسحره بكلامها تعال عيش معايا. قال كان هيضعف، لكن يوريا صرخت فيه فوق لنفسك يا قال. اوليفيا جريت عليها بسرعه وخنقتها من رقبتها. قال حاول يمنعها وقالت له هسيبها تعيش في حاله واحده لو انضميت للزعيم الشرير. يوريا بصت له وهي بتتألم وقالت سيبني اهرب وما تشيلش همي. الكلمه دي خلت اوليفيا تتجنن اكتر وقالت خلاص همحيها من كل الوجود. ورفعت ايدها علشان تنهيها، لكن القلاده بتاعت قال بدات تنور نور قوي جدا لحد ما عمى عينه، وكل الدنيا وقفت فجاه. الزمن كله اتجمد وكل حاجه بقت رمادي حوالين قال. وفجاه ظهرت ساحره من فوق وقالت له اسفه اني خوفتك، انا الساحره الطيبه. وشرحت له انها محبوسه من 1000 سنه، لكن قلب القلاده بتاعته ربط المكان والزمان مع بعض وحررها تاني. وقالت القوه دي مش هتستمر كتير، لكن اوعدك ان هطرد قوه الزعيم الشرير من جواك وهبدلها بقوتي. وفعلا مدت ايدها وقالت له مد ايدك. قال مد ايده وفجأة خرج نور ازرق من جواه واضاء المكان كله. الساحرة قالت له دلوقتي انا هرجع الزمن لورا، انقذ البنت وارجوك اهزم الزعيم الشرير. الوقت رجع يتحرك من جديد. اوليفيا كانت لسه هتقتل يوريا، لكن قال اندفع عليها بقوه الساحره الطيبه. اوليفيا اتصدمت، ايه ده؟ الاشجار حواليهم طلعت اوراق جديده بسرعه. ولما اوليفيا ضحكت عليه وقالت له يا ضعيف يا تافه، الكروم والليانين مسكوا فيها وربطوها ورموا يوريا بعيد عشان تبقى في امان. لكن اوليفيا بفضل قوتها الشريره قدرت تتحرر بسهوله من القيود. واول ما استدعت سيفها جريت ناحيته على طول، واول ما قفزت عليه قال استدعى حيطان من الكروم عشان يصد ضرباتها. والكروم دي بدات تلف حوالين رجليها وتشدها لفوق. هي كانت بتقطعهم بالسيف بس الكروم كانت بتتضاعف وتقوى اكتر لحد ما رفعتها في الهواء. فجاه ظهر دوما في بي وقال ان عمره ما يسمح انها تاذي يوريا تاني، وضربها بعيد بمهاره قويه. ولما التراب هدي ووقع اوليفيا ظهرت من غير خدش واحد وقالت له انه ضعيف قوي، وضربته طلقه واحده وطار في ثانيه. اوليفيا عدت بسرعه من جنب قال، وقبل ما تقتل دوما قال صرخ وقال لها توقف. سحبت نفسها وقالت له انها زهقت منهم ومش عاوزه تكمل، وطارت بعيد على طول. قال كان بيصرخ وراها وبيقول لها تستنى، بس هي ردت عليه وقالت له عاوزاك لوحدك المره الجايه، وبعدها اختفت. دوما رجع وبدا يزعق في قال عشان يعرف اوليفيا، بس يوريا توسلت له انه يهدى لان قال انقذها. في اللحظه دي الملك ظهر وقال لدوما ان قال هو السبب الوحيد انهم لسه عايشين، واعتذر له على عدم احترام رجالته. لكنه سال قال هو ازاي يعرف اوليفيا. قال قعد يفكر هيشرح له ازاي، وفي الاخر قال له انها اخته الصغيره، وحكى لهم القصه كلها. وبعد ما خلص الملك وعده انه لو عرف اي حاجه عن الزعيم الشرير هيبلغه، وسابه ومشي. يوريا احتضنت قال، بس دوما كان على وشك يولع في البلد كلها عشان افتكر ان قال بيحاول يخطف حبيبته يوريا. قال كان بيقول لنفسه هو امتى هينتهي من التعامل مع العقول الفاضيه دي، وبدا يفكر هل هيقدر في يوم من الايام ينقذ اخته ولا لا. وهو راجع للقريه افتكر اليوم اللي كان فيه لوحده، كان في الكهف مع تيسا. واللحظه
اللحظه اللي التنين ابتلعوا فيها. ساعتها افتكر ان يمكن تيسا يعرف حاجه عن اليوم ده، ولما رجع للحقل بتاعه شاف اعز اصحابه تيسا وقعد يحكي له القصه. بس لما سالوا عن الكائن اللي شافوه في الكهف، تيسا قال انه ما شافش اي حاجه، وانه بس شاله وهو كان مغمى عليه. قال بدا يشك ان صاحبه ممكن يكون بيخرف، بس تيسا اداله شويه طماطم. قال اكله وطلب منه يزوره في العاصمه في يوم من الايام، بس تيسا قال انه مشغول بواجبات القريه. ومع ان قال مشي، تيسا كان مبسوط انه اتعزم، لكنه كان محبوس ومش قادر يسيب المكان ده ابدا. بعد ساعات وهو ماشي في الغابه، هجمت عليه اورك انثى عشان تطور الاحداث. قال جهز نفسه وضربها، بس هي وقفت من تاني وبدات تجري وراه. هو كان بيجري وهي وراه لحد ما جيك انقذه قبل ما الاورك تعمل فيه مصيبه. لكن لامير لاحظ ان قال بقى اضعف من اخر مره شافوه فيها، خصوصا انه مش قادر يخلص على اورك بضربه واحده. ولما هيلين طلبت تشوف شاشه حالته في نقابه المغامرين، لقت كل احصائياته قلت بشكل كبير، واكتشف وقتها ان مهاره محبوب الطبيعه اختفت. افتكر ان الساحره هي اللي اعطته القوه دي قبل كده. فجاه ريكس ظهر، بس المره دي كان واخد دش، وجاب لقال جواب من امه. روري وهيلين فتحوا الجواب وقرأوه، ولقوا ان امه بتسأل لو البنتين الوحشين دول مرتبطين بيه، وهددتهم انها هتحرقهم لو فكروا يقربوا منه. بعد ما خوفتهم، امه كانت مبسوطه ان خطتها نجحت، وقالت له انها هتبدا التحقيق في ان ازاي اوليفيا اتجسدت من جديد. وفي الاخر كتبت له انها بتحبه من قلبها. وفي الاخر كلهم عاشوا مع بعض في مزرعه آل، وكانوا بيزرعوا جزره كل يوم. وانت كمان انزل ازرع لايك وخد لك جزره، ولو كتبت تعليق خد لك طماطمايه. وبكده تكون انتهت حكايتنا النهارده. ما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش اللايك والكومنت على الفيديو عشان ده اللي بيشجعنا استمر. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.